نص الطبق هيبقى عبارة عن سلطة وخضار. ايه الفرق بين السلطة والخضار؟ السلطة اللي هي الكابوتشا والخيار والطماطم وفلفل الالوان، دي ممكن تبقى ده جزء الايه السلطة. الجزء التاني اللي المفروض ندخله الخضار هو عبارة عن البامية، فاصوليا، البسلة، الملوخية، السبانخ، كل الحاجات دي ينفع ندخلها. البروكلي ممكن ندخلها مع السلطة. شوف بقى اي حاجة، في حاجات لستة كبيرة جدا حاجات ممكن ندخلها معانا سواء في السلطة او في الخضروات. خلاص، حاول تنوع بينهم ويكون ده الجزء بتاعك في الطبق بتاعنا. طيب الجزء التاني عبارة عن ايه؟ النص التاني هنقسمه، ماشي، نسبة نشويات ونسبة بقوليات. خلاص، هقول لكم ليه مهم قوي الاتنين دول يبقوا مع بعض. نسبة النشويات عايزاها تبقى قليلة مش كتيرة قوي. خلاص، نسبة البقوليات عايزاها تبقى اكتر. خلاص، يبقى احنا في النص التاني نسبة نشويات صغيرة، نسبة بقوليات اكتر شوية. ليه هعمل كده؟